ولا كان حصل خالص. فهي كانت مفاجأة من وجهة نظري الشخصية هذه العقوبات. مش عارف تعليق حضرتك ايه؟ والله طبعا احنا مش عايزين نخوض في التعليق على العقوبات يا استاذ محمد، لان هذا لا انا مش عايز اعلق طبعا على احكام القضاء، لا تعليق على احكام القضاء. انا عايز اتكلم ان هي كانت مفاجأة بالنسبة لنا، لان معظم الناس ومعظم المحللين والخبراء قالوا هيقروا نفس العقوبات. هو ليس حكما قضائيا، ولكنه قرارا من لجنه تندرج تحت نطاق الاتحاد المصري، لها قيمتها ولها قامتها برئاسه مجموعه من المستشارين الذين نجلهم ونحترمهم، وبالتالي لا يجب بصوره او باخرى ان نعلق على قراراتهم، وانما احنا نوضح الصوره فيما يتعلق بهذا الشان. تمام. انا لو تفتكر حضرتك قبل ذلك في كذا مداخله قلت لحضرتك ان لجنه التظلمات حين يطعن على قرار مطعون على صحته من قبل الاتحاد الوطني فانها لها الحق ان تؤيد هذا القرار. تمام. أو تغلظه أو تخففه وفقا للقرائن والمستندات والوقائع التي يسند إليها الأمر مرة أخرى. ده حصل طبعا. تمام. فبالتالي هي رأت أن هناك مجموعة من البراهين والأدلة استندت إليها في هذا القرار. هذه الأحكام أو هذه القرارات التي صدرت إحنا نسلم هل هي تتفق مع القواعد الدولية ولا تتفق؟ الإجابة نعم، تتفق مع القواعد الدولية. يجوز لها أن تقرر العقوبات وفقا للعقوبات المدرجة ووفقا لنصوص اللوائح الدولية الخاصة المادة 12 والمادة 28. والمادة 12 بالذات أيدت كل هذه العقوبات ووضعت الدرجة الأدنى كعقوبة قصوى في هذه الدرجة، وعطت الاستبعاد والحرمان كعقوبة تفسيرية للاستبعاد والحرمان في المادة 28. والعقوبة هنا مزجت بحاجتين، مزجت بالاستبعاد والحرمان والهبوط للدرجة الأدنى، وهذا شأن أصيل للجنة أن تقرر عقوبة، إما أن تكون عقوبة متفقة أو عقوبة منفردة. بالذات كمان يا دكتور فضل الله لما حدث أن القرار تم اتخاذه من الموسم القادم وليس كما حدث من اللجنة الموسم ده أصبح موسما منعدما. وأنا قلت لحضرتك برضه يا أستاذ محمد لو تفتكر كذا مداخلة، قلت لحضرتك أن القرار الأولاني من قبل الاتحاد الوطني به عوار قانوني، لأنه أسس عقوبة على موسم منعدم لا يجوز تأسيس عقوبات عليه. منعدم على الجميع، ده مش يعني منعدم على الكل. مفيش موسم أصلا، مفيش موسم. بس أنا أفتكر كلمة حضرتك قلتها لي في آخر مداخلة، قلت لي يا محمد لو الموضوع وصل للجنة التظلمات في الفيفا بعد قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، لا تلقائي من غير ما نفكر المصري لازم هيروح لجنة التظلمات في الاتحاد الدولي. حضرتك قلت لي لو الاهلي هو المصري كده، والاهلي ما لهمش لجنه تظلمات في الاتحاد الدولي، ليهم محكمه رياضيه دوليه. المحكمه الرياضيه الدوليه، انا اسف، لجنه المحكمه الرياضيه الدوليه. دلوقتي حضرتك قلت لي لو المصري راح لوحده والاهلي ما راحش، يبقى هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما يقروا هذه العقوبات او يخففوها. لكن لو الاهلي راح هتمشي قضيه، ومن الممكن ان تكون هناك عقوبات رادعه. وقلت لحضرتك انه مش شرط فقط الذهاب متضامنا في التظلم من العقوبه، ولا يجب ان يذهب متضامنا في التظلم مقدما في ذلك اسانيد وقوانين وقواعد جديده ترتقي اللجنه انها لم يتم الاخذ بها في القرار السابق. مظبوط. يعني ده مهم جدا. لما حضرتك تقرا حيثيات الحكم هتلاقي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. خلي بال حضرتك يا استاذ محمد، القاعده الاصيله في هذا الشان ان الماده 132 من اللائحه التاديبيه للاتحاد الدولي اكدت على ان تأييد الاستئناف في قرار مطعون على صحته يجب ان يكون مقترن بقرائن وبراهين جديده. هذه القرائن والبراهين تثبت الجرم وتتعلق به. اذا لم يتم الاقتران بهذا في الطعن لا يقبل الطعن. واخد بال حضرتك؟ لان ناس كثيره بتقول هي من شانها ان تغلظ. طبعا من شانها ان تغلظ طالما ان انت تقدمت باسانيد وتظلمات جديده، لان هي لو مش من شانها ان تغلظ او تخفف من العقوبه لما لجا اليها الاهلي والمصري. تمام. طب انا عايز اسالك هنا يا دكتور سؤال بعد اذن حضرتك. نعم. بالنسبه لي اللجوء للمحكمه الرياضيه زي ما حضرتك قلت، بتبدأ قضية من أول وجديد، يعني الأهلي بيقدم دفوع وبيقدم كل أوراقه وسيديهاته وكذا المصري، وتبدأ قضية من جديد، ولا بتاخد بناء على الأحكام اللي خدتها لجنة التظلمات في اتحاد الكرة؟ لا، هو الأهلي هيطعن على التظلم ده إذا هو لم يرتضي كنادي هذه القرارات من حقه أن يطعن عليها. طب نفترض الأهلي ارتضى والمصري ما ارتضاش. لا خلاص، من شأنه لأن خلاص أصبح القرار قرارا متفقا، لأن الأهلي متضرر والمصري متضرر. دي وحدة واحدة. تمام. يعني هذه المباراة قامت بين طرفين. تمام. هناك مضرور وهناك مضرور، أيا كانت الضرر من وجهة نظر المتقدم بالطعن. تمام. فبالتالي من حقهم إن هم يطعنوا.
على هذا القرار. لو راح الاهلي وقدم اسانيد اخرى، رأت المحكمة الرياضية الدولية أن العقوبة الخاصة من لجنة التظلمات لم تكن متناسبة مع الجرم، من حقها أن تغلظ العقوبة. وإذا رأت المحكمة الرياضية الدولية أن العقوبة كبيرة على الجرم أو من شأنها أن تخفف، من شأنها أن تخفف. هذا حق أصيل. يعني إذا قضية تاني من أول وجديد. هتكمل. طبعا هو لو عايز، النادي ده عايز يكمل، النادي ده عايز يكمل يكمله. لكن مش هتبص لقرارات لجنة التظلمات دي. لا، بتشوف تأسيس القانوني للجنة التظلمات. هل أسست يعني لجنة التظلمات أسست هذه العقوبات بناء على لوائح وقوانين ولا لا؟ شافت التأسيس القانوني بتاع الاتحاد. نفس الحكاية، هيشوفوا لجنة التظلمات حطت العقوبة دي، أسست هذا القرار بناء عليه، على نصوص دولية، على مواد، على أسانيد، على سيديهات، على أوراق، على إذا رأت أن هذه العقوبة متناسبة وفقا لهذه القرائن، خلاص تؤكدها. إذا رأت أن العقوبة قليلة هتغلظها، إذا رأت أن العقوبة غير متناسبة وخفيفة على هذه الأمور هتخفف من شأنها. طب حضرتك كمتخصص في هذه الأمور يا دكتور فضل الله، أنت من وجهة نظرك لو المحكمة الرياضية شافت هذه العقوبات ستقرها أم ستغلظها؟ نعم؟ لو المحكمة الرياضية اطلعت على هذه العقوبات ستقرها أم تغلظها؟ أعتقد أنها تقرها يا أستاذ محمد. تقرها؟ تقرها زي ما هي كده. اعتقد انها تقررها. هي طبعا، خلي بالك ان احنا دعنا نتفق على شيء مهم جدا، ان السلوك الذي ارتكب ايا كان، احنا يعني انا مش عاوز اتعرض لذلك او ذلك، يعني انا بتكلم من وجهة النظر القانونية البحتة، واخد بال حضرتك، ودائما انا محايدا في هذا الامر. تمام. السلوك الذي ارتكب سلوك جسيم بالنسبة للاعراف الرياضية. طبعا بكل المقاييس. ان يقتل 75 فرد في ملعب، هذا سلوك جسيم. كيف تنظر إليها المحكمة بقى، ومدى مسؤولية كل نادي، ومدى مسؤولية كل طرف على هذا السلوك، دي قضية وشأنها اللي المحكمة وفقا للقواعد والنصوص. ومدى استيعاب القاضي للي حصل برضه من خلال الأدلة اللي تتقدم له. طبعا انت بتقدم، اصل انت خلي بال حضرتك، ده حكم، هذا الحكم يجب ان يقترن بمواد ونصوص. ما ينفعش ان انت تقعد كده ده الموضوع جامد جدا احنا لا، ما ينفعش. صح. هذا حكم يؤسس عليه احكام اخرى، لان من الممكن ان تحدث احداث مثل هذه الاحداث مرة اخرى، واخد بال حضرتك، فبالتالي هو بينظر للقواعد والنصوص، فهذا بيبقى شأن القاضي وشأن المحكمة. تمام. ولكن طبعا السلوك سلوك كبير، ونرجو الا يتكرر مرة اخرى في ملاعبنا. ان شاء الله. ولعلمك يا دكتور فضل الله، والله العظيم انا بقسم بالله، انا واحد من الناس ماليش دعوه بغيري، كل ما ارجوه ان كانت لازم تبقى العقوبات رادعه عشان ما تتكررش تاني، لان العقوبات اللي طلع بيها لجنه تسيير الاعمال في اتحاد الكوره دي عقوبات تخلي الموضوع ده يتكرر تاني وتالت وعاشر. ايه اللي انت خدته؟ ايه القرارات اللي انت خدتها؟ انت طالع بتضحك علينا بالفاظ، ما طلعتش بقرارات، لكن هو اهم شيء الردع عشان ما تتكررش. يا دكتور فضل الله، امبارح في الجزائر، وهي دوله عربيه شقيقه، 30 اسبوع في الدوري الجزائري اتصاب 157 مشجع ومات مشجع واحد، تم الاتفاق على اصدار قانون جديد للرياضه وتغليظ عقوبات شغب الملاعب. ده عشان ده في 30 مباراه يا دكتور فضل الله، في 30 مباراه، مش في مباراه واحده مات 75، وطالعين بنقول ده مش واحد دول اتنين ولا تلاته. تفهنا الموضوع لدرجه مش طبيعيه. النهارده حضرتك لجنه الاستئناف في الاتحاد الاماراتي تغريم مارادونا 816,000 دولار بالظبط. انا عارف. وفي الاتحاد كره القدم الاسكتلندي منع مالك نادي رينجرز من ممارسه واداره كره القدم مدى الحياه. ونادي جنوة تقريبا في الدوري الايطالي ممنوع يلعب الست مباريات الباقيه بدون جمهور. وعلى فكره هم اذوا مين يا دكتور؟ هم اذوا لاعيبتهم، قالوا لهم اقلعوا التيشيرتات، انتوا ما تستحقوش انك تلعبوا بالتيشيرتات دي في الدقيقه 40 من المباراه، لانه كانوا مغلوبين 4-0. فجمهورهم رمى عصيان ورمى ازايز ميه اعتراضا على النتيجه، وقالوا لهم الماتش مش هيكمل، يعني مش هيكمل، ولازم تقلعوا التيشيرتات دي، انتوا ما تستحقوش انكم تلبسوها. يا استاذ محمد، ده انت شفت حضرتك الكارثه اللي حصلت دي. قانون الرياضه المصري اللي داخل حاطين نصوص عقابيه نص واحد. ده قانون العقوبات الايطالي يتجاوز ال80 ماده. انت مدخل وفقا لهذه السلوكيات التي تم تطويرها نصا واحدا في قانون الرياضه، نص هذه
يعني القضيه لازم نفكر في الرياضه من منظور اخر. صح. اذا اردنا ان نطور هذه الرياضه المصريه. صح. لكن اذا اردنا ان نقبع في هذا النفق الذي نحن فيه، وفي نفس الوقت يا دكتور فضل الله، واذا اردنا ان نحقن دماء جماهيرنا وان نخاف على جماهيرنا، لازم العقوبات دي تبقى رادعه وقويه وصارمه عشان نحقن دماء جماهيرنا وشبابنا ونخاف عليهم. ان شاء الله ده اهم شيء. لكن هي الخوف من الردع او الشده في الردع ده بالعكس، ده انت بتخاف على الشباب دي، ده انت مش عايزهم يعملوا كده تاني، يعني معنى كده انك بتخاف عليهم. ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور فضل الله بشكرك يا دكتور.